السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بقى هنعمل الكيكة الرواني بطريقة سهلة وجميلة، وان شاء الله تعجبكم. شوف منظرها جميل ازاي والطعم حكاية. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا هنا جبت نص كيلو دقيق سميد، وطبعا انا عيرتهم بمقدار 4 كوبايات، وعليهم نص كيلو دقيق استرالي برضو بمقام 4 كوبايات. نفس مقدار الدقيق السميد هو نفس مقدار الدقيق الاسترالي. هتحط نص كيلو من ده يبقى نص كيلو من ده. انا عيرتهم بالكوباية لقيتهم 4 كوبايات و4 كوبايات، عشان لو عايزة تقللي الكمية بيبقى كله متساوي زي بعضه. وهحط 2 كيك شيف، طبعا هو عندي احلى من البيكنج باودر بكتير. هندخلهم وابدأ ان انا اقلب الحاجات دي كلها مع بعض مع ذرة ملح بالشكل ده كده، وادي ذرة الملح، واقلبهم كويس لحد ما احس ان هم كلهم اختلطوا مع بعضهم خلاص. تمام. هبدأ بقى اشتغل في المواد السائلة. هجيب العجان بتاعتي، هنزل معايا هنا بكوبايتين سكر وكوبايتين من الزيت، اي نوع زيت عندك حطيه. وهنا معايا 5 علب زبادي، لو عايزة تبدلي الزبادي بحليب عادي مش فيها اي مشكلة، بس الزبادي بيديها طراوة حلوة، بتبقى حلوة قوي وهشة، يعني الزبادي برضو يعني حلو. هنزل ب5 كوبايات من العلب الصغيرة. تمام. هنا عندي 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكوني مطلعاهم من التلاجة قبلها بفترة. هننزل ب5 بيضات، وعلى قد البيض هنحط كيس الفانيليا، يعني ال5 بيضات عليهم 5 أكياس فانيليا. تمام. هنبدأ ننزل فيهم ونضربهم كويس بالمضرب لحد ما العجينة تبقى لينة. كده احنا ضربناها كويس. تمام. انا هنا عندي بقى معلقتين القشطة بتاعت وش اللبن، لو متاحة عندك حطيها، مش متاحة خلاص، دي يعني حسب رغبتك. وهبدأ برضه اضربهم مع الخليط بتاعنا كويس، ولو بعد كده العجينة احتاجت معاكي علبة زبادي كمان حطي. كده انا ضربتهم كويس معايا اهوت. تمام. اهو السكر داب وكل حاجة على التمام التمام. هنا بقى عندي جوزة الهند، انا جبت ب10 جنيه جوزة الهند وحطيته على الخليط برضه بتاع اللي هو الدقيق دقيق السميد ودقيق الاسترالي، وقلبتهم كويس. هنا بقى انا فضيت في طبق تاني عشان اوسع من الطبق اللي انا كنت حاطه فيه، وانزل بقى الخليط السائل بتاعي حبه بحبه كده، واقلب بالراحه قوي، لان عشان خاطر احنا لو قلبنا بالجامد هيخش لها هوا هتبوظ منك الكيك. فهو براحتك خالص، احنا مفيش حد يعني بيجري ورانا زي ما بيقولوا، فاحنا هنقلبها بالراحه خالص وفي اتجاه واحد زي ما بنمشي، زي الكيكه العاديه بالظبط، لحد ما كله يتخلط مع كله خلاص. طبعا انا في التوقيت ده انا كنت شغلت الفرن بتاعي وسبته يسخن.
احنا هنا زودت لبن، يبقى اعتبر كده ان انا حطيت 5 كوبايات زبادي. بصوا هي مش لينة قوي، ويعني بصي العجينة بتنزل معايا بسلاسة اهيت، يعني انا مش لينتها قوي. وطبعا انا بطنت الصينية بزيت او سمنة زي ما تحبي. كده خلاص بعد ما طلعت هكون مجهز لها الشربات. طبعا الشربات بتاعها بارد، وال... والكيكة بتاعتي سخنة، وهنزل عليها بالشربات بتاعي. طبعا مقادير الشربات احنا عارفينها، قد السكر 100 وعصرة ليمونة. بنسيب المية بالسكر يغلو، وبعد كده بنروح حاطين عصرة ليمونة عليه ونسيبه يغلي لمدة 10 دقايق. وبعد كده نفصل عليها النار، هنسيبها تبرد خالص الشربات. واول ما البسبوسة بتاعت الكيكة بتاعتنا تطلع من الفرن بنروح حاطين عليها الشربات وهو ساقع. وطلعت معايا يا حبايبي بالشكل الجميل ده. ويا رب اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. يا ريت مش تنسوني بالاشتراك بتاعكم الحلو واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير، مع السلامة.